فإن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم وطلاب العلم منهم خصوصا علم التوحيد أن يعتنوا به معرفة وفهما وعملا، لأنه أشرف العلوم. وكيف لا يكون كذلك والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لأجله، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق سبحانه وتعالى الخلق لحاجته إليهم، بل خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ليوحدوه سبحانه وتعالى. التوحيد من أجلها أيضا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أرسلهم إلى الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيده سبحانه وتعالى، كما قال قتادة رحمه الله: لم يرسل نبيا إلا بالتوحيد. التوحيد من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه الآية فيها الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها، وهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى هنا: ألا تعبدوا إلا الله. فهذا يدل على عظم التوحيد ويدل على أهميته، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بالتوحيد، أن يعتني به وبتعلمه. واعتناؤه بالتوحيد يكون من جهتين: أولا من جهة معرفته ومعرفة حقيقته، وثانيا أي الجهة الثانية من جهة معرفة ضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة سبله ووسائله وشبهات أهله، كل هذا لأجل أن تجتنب. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم على دراية بالشرك، على دراية بمظاهره وشبهات أهله، وذلك حتى لا يلتبس عليه التوحيد بالشرك، فلعله يقع في الشرك وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فمن الأهمية بمكان العناية بالمصنفات والرسائل التي اعتنت بتقرير التوحيد وسد